هي فسحة للكثيرين الذين يبحثون عن مساحة للهروب من الجو الخانق اقتصادياً، اجتماعياً وحتى مناخياً. هنا شاطئ الغزية، حيث تنتشر الاستراحات والرواد. بات الشاطئ مقصداً لمن يبحث عن بحر نظيف وجو يناسب العائلات لقضاء يوم العطلة. أحلى شط هيدا. المي قريبة منك، ابني بيسبح قدامي بتشوفي، وبعدين منفس للعالم، أسعار مقبولة وفشة خلق وقعدة حلوة. وقديش بتدفعوا تقريباً؟ يعني حسب، كل مرة شكل، معنا غدا عشاء، ما معنا بنقعد. مسموح تجيبوا معكم اغراض من ايه برا؟ اكيد. يعني بتجيبي غداك من البيت وبتحطيه؟ ايه امرار هيك، وامرار هن هون كل شيء عندهم، طاووق، سمك، كل شيء. الدولار أثر بشكل كبير على الأسعار، رغم محاولة القيمين على الاستراحات الحفاظ على جودة ما يقدمون بأسعار تناسب الجميع. ومعروف شاطئ الغزية يعني من أجمل الشواطئ الموجودة بالمنطقة، هو المتنفس الوحيد للعالم. نحن تأثرنا كثير بالأزمة، يعني بالأول يعني تقولي كل يوم عندنا 4-5 طاولات أو 10 طاولات أكل، اليوم بيجي طاولة طاولتين أنجا يجوا يعني يجي ياكلوا. بلا هلا اللي جاي مغترب بتلاقيه مرتاح، بحب العشاء، بنزل سمك، بنزل شغلات وبيعزم وما بتفرقش معه يعني بيدفع. بس اما الله يكون بعين على الموظف اللي بيجي معاشه بالشهر 2 أو 3 مليون. هو المغترب الرافد الأكبر حاليا لهؤلاء، بيعزم العائلة والأصحاب وبيدفع بالدولار. الاستراحات يعني انت شايفه مرقت 2 علينا كورونا وهيك وتسكير بس هالسنة الحمد لله يعني تحسن الوضع، واجوا المغتربين صار يجوا، يعني نفتح طاولات كذا، يعني بنضل نشتغل ونشد همتنا يعني بهالموسم. يعني مع غروب الشمس تتحول الأنظار إلى هنا، إلى الكورنيش البحري المجهز بكل وسائل الراحة للرواد، استراحات على مد عينك والنظر، ومطاعم وإكسبرس. الحمد لله ماشي هون الكورنيش، بتيجي عليه عالم وسياح مغتربين وكتير حلو الكورنيش، بنصح الجميع يجي عليه وما تفوتوا هذه الفرصة أبدا. بين الشط والكورنيش المواطن يتنقل في المساحات شبه المجانية وحسب قدرته، على قاعدة على قد بساطك مد إجرك. إذا تشكل هذه المساحة متنفسا للكثيرين في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، أكان شاطئا أو كورنيشا. من الغزية، رشا زن هاشم، NBN.